بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومهنيات وانتم تتبعوا في الفيديو تاع اليوم. مرحبا بكم في لاشين ديالنا دون نوفيل فيديو وموضوع جديد، واللي هو كيفاش ما تتاثريش بكلام الناس وتخلي ثقتك بروحك عاليه. قبل ما نبدا الفيديو يا البنات، نرحب بكل مشتركه جديده معايا، نقولها نورتي القناه حبيبتي. واذا كنتي اول مره تشوفي القناه وتزوريها، ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس هكا باش يلحقك كل جديد. واللي موالفين يخلوا لي تعليق ايجابيه، نقول لكم تعليقكم يحفزوني بزاف ويخلوني نمد اكثر. دونك ما نطولش عليكم بزاف، ندخلوا ديريكتومون في لا فيديو. سي بارتي. يمكن من أكثر المواقف اللي تأذينا هي تلك المواقف اللي نسمعوا فيها كلام من الآخرين، سواء من الناس العامة ولا من المقربين لنا، لأنه كل كلمة هي عبارة عن طاقة تخلي أثر، إما يكون إيجابي أو سلبي. دونك كيفاش نبني مناعتي النفسية وما نخليش المحيطين بيا متحكمين في المشاعر تاعي ونقلل حساسيتي من كلام الناس؟ اول حاجه تذكري انك انت لست الوحيده اللي تتعرض لهذه المواقف. كل واحد فينا يقدر يمر بهذه المواقف، وما تبقايش تقولي علاش انا، وما تكبريش الموضوع لانها معاناه يعاني منها الجميع. ثم نهايه حياتك ما راحش توقف على كلمه يقولها شخص، لذلك ما تمرضيش روحك وتفكري أنه كلامه مجرد رأي يعبر عن نفسيته، تربيته وأخلاقه، وما تعطيهش أكبر من حجمه، وتعودي تخففي من قيمة كلام الناس في حياتك. حبيبتي، كلما ربطتي قيمتك بالخارج، بالناس وتصرفاتهم ورايهم، كلما وليتي تحت رحمتهم، بحيث يولوا قادرين بكلمة يصنعولك نهارك، والعكس صحيح. وما تستمديش قيمتك من الآخرين، وما تحوسيش عليهم يرضوا عليك وعلى كلامك وحياتك وتصرفاتك وأسلوب حياتك. لا لا، انت لستي مثالية، وحتى الآخرين ما راهمش مثاليين باش يحكموا عليك. لذلك استمدي ثقتك بنفسك وقيمتك من داخلك، من طيبتك، من حبك لذاتك واهتمامك بها. كلما بنيتي هذه الثقة، كلما أصبح كلام الناس خارج أولوياتك. وما تحوليش نفسك لضحية، وما تدخليش في صراعات مع ذاتك ومع الآخرين. اعتبري كلامهم مجرد رأي، وفي معظم الأحيان ينتج عن نقص. يعني الناس اللي تحاول تنتقد الآخرين بشكل دائم يحاولوا يخفيوا نقص معين. وقبل ما تواجهي الآخرين بكلامهم، سقسي نفسك قبل: ماذا سأستفيد في النهاية؟ خلي عواطفك جانبا، عبري بطريقة عقلانية، وتجنبي الصراخ والانفعال، وما تقلبيش الأمور لغير صالحك. مثلا تقدري ببساطة تعبري عن انزعاجك بطريقة هادئة، مثلا تقولي لشخص: أسلوبك ما عجبنيش وما نحبش نتعامل بهذا الأسلوب. تجنبي الصراخ والأسلوب الهجومي. تقدري أيضا تقولي: ما كنتش متوقعة منك هذا الشيء، ثم أنا لا أقبل. يعني توضحي الخطوط الحمراء بطريقة واثقة وهادئة. وممكن أيضا تحطي هذا الشخص في الزاوية وتسقسيه مباشرة: أنت وش قصدك من هذا التصرف؟ وش هو الهدف تاعك؟ حطيه في مكان التعبير، وما تستنزفيش طاقتك أنت. ما تخلي حتى موقف أو شخص ما عرفتيش تتعاملي معاه يخليك تكرهي نفسك. حتى لو كنتي في كل مرة ما تعرفيش تتعاملي مع شخص أو ما تعرفيش تحطي له حدود، معليش، ولكن لا تجلدي ذاتك وما تقوليش أنا ضعيفة. ببساطة أنت مازال ما عرفتيش فقط طريقة التعامل مع الطرف الآخر. أكثر حاجة تستنزفنا هي التحليل. كل ما تسمعي كلمة تبقاي تطلعي وتهبطي: وش قصدهم؟ وعلاش قالوا لي؟ وعلاش هكا؟ ما تبقايش تحلي في عقول الناس وتقراي في نياتهم، وبالتالي تكبري الحكاية في عقلك وهي ما تستاهلش اصلا تهز شعره منك. حبيبتي، قولي دايما لروحك: اذا هذا الاشخاص عندهم نقص او مرض نفسي، علاش انا نعمر راسي بهم وناخذ كلامهم على محمل جدي؟ ممكن هما يفوتوا نهارهم عادي وانتي تبقاي تطلعي وتهبطي. ارمي وراك وتأكدي انه المشاعر اللي خلاوك تحسيها رايحة ترجع لهم من مصادر اخرى. هذه هي العدالة الالهية.
فوالا البنات، هكا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبكم الموضوع. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحاباتكم، مع احباباتكم، مع كاع الناس اللي عزاز عليكم باش هما تاني يستفادوا. ودكا ما عليا غير نقول لكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو، وان شاء الله ما نطولش عليكم. سلام.